البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا الجو؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي ترطيب الشعر وعجبني صراحه. كنت كنشوف هنايا وقلت الله تنصور هذا المشهد هذا زوين طبيعي. واليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه سهله البنات كترطب الشعر وكتقويه بمكونات جد بسيطه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. البنات الوصفه ديال اليوم اللي ترطيب الشعر. هنايا عندنا التين الشوكي، يعني داك الودينات الصغيورين غادي نحاول البنات نقطعهم، يعني من بعد ما كنحيد منهم داك الشوك هكا. ها هو دابا، ها هي دي شويكه كنحيدها، هانتوما، وكنبدا نقطع يعني تقطيع عشوائي باش نبدا نطحن. فهذه البنات كترطب الشعر، كتطول الشعر. بالنسبه لهاد التين ممكن تلقى هاد الصبار او هذا هي ديال الهنديه، ممكن البنات تلقاوها عند العطار، بعد المره كيكونوا كيبيعوه. ممكن البنات تلقاوه في الباديه او توصيو عليه شي واحد، ولكن البنات ياخذ لكم داك الودينات الصغيورين، يعني بحال هادو داك الصغيورين هما اللي تيكونوا فيهم داك لو جل وتيكونوا رطبين. يعني ملي كنبداو نطحنوهم خصنا نحيدو منهم البنات داك الشوك ونغسلوه مزيان، ونحاولوا البنات نطحنوه مزيان. هانتوما كما كتشوفوا فيهم داك لو جيل داخل، كنحاولوا البنات نطحنوه مزيان كما غادي تشوفوا. وعاد غادي نزيد عليه زيوت اخرى، وغادي نزيد عليه يعني مكونات اخرى باش نحصلوا على داك الترطيبه. نوضعوها هنايا في الطحن، نشوف صراحه هاد الطحن واش يعني واش غادي يطحن ليا ولا نبدل واحد اخر، نديرها بعدا في هذا نجرب. غادي نشوف البنات واش غادي تطحن ولا لا. المهم البنات راها طحنت ليا، يعني كانوا حفاو لها الماس ولكن دابا راها مزيان. نتوما كما كتشوفوا غادي نجيب واحد المعلقه، يعني البنات تطحن مزيان. كل ما تطحن مزيان كل ما كيلصق في الشعر. هذا ماسك البنات كيرطب كيغذي الشعر مزيان. هانتوما انا ما درت فيه لا ما لا والو، ما ديروش فيه الماء، ولكن خصكم البنات تختاروا هذوك الودينات اللي كيكونوا في الدرقه او في الهنديه، يعني يكونوا صغيورين ما يكونوش كبار. غادي نحيد حتى هادشي اللي هنايا، من بعد غادي نضيف هاد الزيوت، وغادي نضيف كبسوله ديال الفيتامين او باش نزيد الا بغيت نخليه شويه بحال اللي غتحتفظ ليا عليه. كما كتشوفوا بحال هادي غادي نقطعها وغادي نديرها هنايا. غادي نضيف هنايا عندي انا زيت الزعتره، غادي نزيد شويه تقريبا ملعقه صغيره. هنايا عندي زيت البابونج غادي نزيدو حتى هو. اي زيوت البنات عندكم، ماشي ضروري هادشي، ممكن تزيدوا غير زيت الزيتون. وغادي نزيد ملعقه كبيره ديال الزبادي الطبيعي او الياغورت المسوس. بالنسبه للفيتامين او انا كنستعمل هذا، يعني اي نوع البنات نتوما متوفر عندكم راه كيتباع في شبه صيدليات في لي بارافارماسي. انا غادي نزيد معلقه اخرى ديال دانون طبيعي، وغادي نحرك يعني المكونات. وهنايا غادي نزيد عندي هنايا واحد الوصفه كنت صاوبتها في القناه هانتوما ديال زيت الخروع، معاها شي شويه ديال الثوم وشي شويه ديال القرنفل. كنت فكرت شنو فيها، حتى هي غادي نزيدها. وغادي نخلط البنات هاد المكونات كاملين، وغادي نوريكم طريقه الاستعمال. وهذه من احسن البنات
ممكن البنات تحتفظوا بها، ولكن راه شي شويه كتكحال، ما تخافوش منها الا كحالت ولا شي حاجه ماشي مشكل. بالنسبه لطريقه الاستعمال اننا كنبلوا الشعر ديالنا. نتوما كما شفتوا راه غزاله في ترطيب الشعر، ماسك سحري في ترطيب الشعر. بالنسبه للزيوت البنات كما قلت لكم ممكن تستعملوا اي زيت نتوما متوفرين عليه. بالنسبه لطريقه الاستعمال انكم كتبلوا الشعر ديالكم بشويه الماء يكون دافي، من بعد كتبداو تعملوها خصله خصله على اطراف الشعر من الجذور الى الاطراف، وغتخليوها لمده 3 ساعات على الاقل 3 ساعات. ممكن البنات ديروا فوطه سخونه في الماء الساخن وديروها على الشعر ديالكم هكا باش يتغذى الشعر يتغذى الشعر، وايضا ياخذ البنات يعني ريزلتا زوينه من هذا الماسك. وممكن ايضا وضع بوني بلاستيكي او بلاستيكه عاديه ديال الكوزينه بيضاء، وتوضعوها على الشعر ديالكم مده ما بين ساعه حتى 3 ساعات. راه ماسك رائع البنات، وغادي تجربوه ان شاء الله، وغادي تقولوا لي النتيجه كي غادي جاتكم. كنتمنى البنات يعجبكم. في امان الله. وما البنات اللي بغيتو تخليوها يعني واحد المده ديال السيمانه وهذه وكحالت راه ماشي مشكل، يعني هو كيكحال بحال اللي كيتاكسد. هانتوما هنايا شوفوا راه بدا كيكحل هنايا شي شويه يعني، ولكن البنات نصيحه طحنوه مزيان باش ما يدير لك، طحنوه بحال هكا باش البنات يعني ما يدير لكمش يعني يلصق لكم في شعركم، ما يدير لكمش شي مشاكل في شعركم ويبقى داك الطروفه. الا بقاو داك الطروفه راه ما غاديش يسهل عليكم الغسل ديال الشعر ديالكم. ودائما البنات الشعر تيتغسل مقلوب، يعني قلبوا شعركم للامام، قلبوا الشعر ديالكم للامام وغسلوا. كنتمنى البنات تعجبكم الوصفه، راه ساهله وتقريبا فابور. يعني هاد الهلام ديال الصبار او هاد الشوك ديال الهنديه يعني متوفر، راه كيكونوا البنات غير في الطرقان وداكشي. كنتمنى البنات تعجبكم الماسك. في امان الله، وما تنساوش اللايك والاشتراك والتعليق. مرحبا بانتقاداتكم ومرحبا باي سؤال عندكم.